والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك مع إقبال ليلك وإدبار نهارك أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن تستر عيوبنا، إنك على ذلك قدير. أيها الأحبة، هذا هو درسنا من سير أعلام النبلاء، وهذه الليلة المباركة ليلة الأربعاء من يوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر ذي الحجة عام 31 بعد 400 والألف من هجرة محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. وهذا درسنا هذه الليلة في هذا الجامع هو الدرس الأخير، وسيكون درسنا إن شاء الله تعالى ابتداء من الشهر القادم في العام الهجري الجديد إن شاء الله جل في علاه، في 15 من محرم عام 32 بعد 400 والألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، في جامع الصانع في حي السويدي في الرياض. ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا وإياكم الأجر، وأن يجعل الأعمال خالصة لوجهه، إنه على ذلك قدير. أتحدث هذه الليلة إذا شاء الله تبارك وتعالى عن علم من أعلام هذه الأمة، خليفة راشد وإمام مصلح جدد الله به هذا الدين، وما زال اسمه إلى اليوم يذكر فيدعى له ويترحم عليه ويترضى عنه. إنه الخليفة الراشد والإمام الزاهد عمر بن عبد العزيز. وإذا تحدثنا عن عمر بن عبد العزيز فحسبك بهذا الإمام، واعلموا أن الله إذا أراد نشر فضيلة طويت أتاح الله لها لسان حسود، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب نفح العود. وإذا أراد الله جل وعلا أن ينشر لأحد من عباده فضلا وخيرا، كما يقول الشاعر أحمد رفيق الليبي يقول: فإذا أحب الله باطن عبده ظهرت عليه مواهب الفتاح، وإذا صفت لله نية مصلح مال العباد عليه بالأرواح. ولا تجد قبولا في الأرض لعبد من العباد إلا لأنه بينه وبين الله جل وعلا أسرار، فجعل الله له القبول. أتحدث عن عمر بن عبد العزيز عن اسمه وعن نسبه وعن منشئه وعن كذلك خلافته وعن عدله وعن ورعه، ثم علاقته بأسرته، ثم بعد ذلك وفاته رحمه الله تعالى ورضي عنه. اسمه عمر ابن عبد العزيز بن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، الإمام الحافظ العلامة المجتهد الزاهد العابد السيد أمير المؤمنين حقا، ويكنى بأبي حفص القرشي الأموي المدني وكذلك المصري. خليفة زاهد راشد أشج بني أمية، وسنقف مع الأشج. ولقب أو كني أو قيل له أشجا. كان من أئمة الاجتهاد ومن الخلفاء الراشدين، كان يعده بعض السلف أنه الخليفة الخامس رضي الله عنه ورحمه. وكان حسن الأخلاق والخلق، كامل العقل، كان ذكيا، كان جيد السياسة، كان عادلا، استطاع في 2 ونيفا أن يجعل العدل في الأرض كلها، حتى ذكر العدل باسم عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. أما أبوه فهو عبد العزيز بن مروان بن الحكم، وكان من خيار أمراء بني أمية، شجاع وكريم. كان أبوه أميرا لمصر، بقي أمير لمصر أكثر من 20 سنة. وكان من تمام ورعه وصلاحه أنه لما أراد أن يتزوج عمر بن عبد العزيز قال لمن حوله: ابحثوا لي عن امرأة صالحة، فإذا وجدتموها فأخرجوا لي مالا من صالح مال، يعني أطيب المال، لأني لا أريد أن أدفع مالا في زوجة إلا كان مالا طيبا خالصا لله جل في علاه. فتزوج أم عاصم بنت عاصم بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهي حفيدة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا.
وقيل أن اسمها ليلى. أمه أم عمر بن عبد العزيز هي أم عاصم، هذه بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب، ووالدها عاصم بن عمر ابن الخطاب الفقيه الشريف أبو عمرو القرشي المعروف، حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحدث عن أبيه وعن أمه حتى رثاه ابن عمر أخوه، قال: فليت المنايا كنا خلفنا عاصما فعشنا جميعا أو ذهبنا معا. ولكن الله تبارك وتعالى أراد لعمر بن عبد العزيز أن يكون له هذا النسب. قصة جدته معروفة، فقد كان لها موقف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكر ذلك عبد الله بن الزبير. يقول عبد الله بن الزبير أن عمر بن الخطاب كان يعس في العسة ليلا، وكان يدور فمر على بيت في المدينة في جوف الليل في آخر الليل، فإذا بامرأة تقول لابنتها: يا بنتاه قومي فامزجي الماء باللبن. فردت عليها الأم أو البنت وقالت: يا أماه، إن أمير المؤمنين أصدر أمرا أن من خلط الماء باللبن فسوف يعاقب. فقالت الأم: أين عمر؟ إن عمر لا يرانا. فقالت: إذا كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. وسمع عمر هذا الكلام فقال لأحد الحراس معه: اعرف البيت، فإذا جاء من الصباح سأسألك عنه. فلما أصبح عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال لمن كان معه من الحرس، قال: هل عرفت الموضع الذي مررنا به البارحة؟ قال: نعم. قال: اذهب إليه واعلم من هي صاحبة الدار، ومن التي كانت تكلمها، وهل صاحبة الدار هذه التي في الدار هل عندها زوج وعندهم رجل يقوم على شؤونهم أم لا. فما كان من ذلك الذي كان مع عمر رضي الله عنه إلا أن ذهب فسأل فوجد امرأة مع ابنتها ليس عندهم رجل يقوم عليهم، وعلم أن تلك البنت لم تتزوج بعد. فقام عمر رضي الله عنه فجمع أبناءه، فلما اجتمعوا قال لهم: من منكم يريد الزواج؟ فقام عاصم وقال: أنا لم أتزوج فإني أريد الزواج. فنادى تلك الجارية وعرض عليها الزواج، فوافقت فتزوجها عاصم رضي الله عنه وأرضاه. وعمر بن الخطاب ذات ليلة رأى في المنام رؤيا يقول: ليت شعري من ذو الشين. قيل: وما ذاك؟ قال: إني رأيت رؤيا يخرج من صلبي ولد يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا. فعرف رضي الله عنه أنه سيكون هناك من صلبه ولد يجعل الله على يده عدلا في الأرض بعد أن تملأ ظلما وجورا. قالوا: وما علامته؟ قال: أشج يكون في وجهه شج. وكان عبد الله بن عمر يقول: إن آل خطاب يرون أن بلال بن عبد الله كان في وجهه شامة. يقول: وكنت كلما رأيت حسبته المبشر الذي حدث عنه عمر أنه يخرج من صلبه يملأ الأرض عدلا بعد أن كانت جورا، حتى جاء الله بعمر بن عبد العزيز. اختلف في ولادة عمر بن عبد العزيز، المؤرخون يقولون عدة تواريخ، لكن الصحيح والله أعلم والراجح أنه ولد عام 61 من الهجرة. وولد الصحيح أنه ولد كما يقول الذهبي، واختار ذلك الذهبي أنه ولد في المدينة، وإن كان بعض المؤرخين قالوا أنه ولد في مصر، لكن الصحيح أنه ولد في المدينة والله أعلم. ولد في زمن يزيد رضي الله عن الجميع. كان عمر بن عبد العزيز يلقب بالأشج، وكان يقال أشج بني مروان، وذلك أن عمر بن عبد العزيز عندما كان صغيرا دخل في اسطبل للخيول لأبيه، فوقف عند فرس، فلما رأته الفرس رمحته ثم شج وجهه، ودخل عليه أبوه عبد العزيز
ثم أخذ يمسح الدم عن وجهه، وأخذ يقول رضي الله عنه وأرضاه أن عمر بن الخطاب كان يقول: إن من ولدي رجلا بوجهه أثرا يملأ الأرض عدلا. وكان الفاروق قد رأى تلك الرؤيا التي أخبرتكم، ثم كانوا يتفاءلون به. وكان يقول أبوه عبد العزيز: والله كلما رأيت عمر وفي وجه هذا الشج قلت عسى الله أن يجعله السعيد الذي ذكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أما إخوة عمر بن عبد العزيز فعدد إخوانه 10 من الأولاد و6 من البنات، من امرأتين 2. وأما أبناؤه رضي الله عنه ورحمه كان عنده 14 ذكرا، 14 ولد و3 بنات من 4 زوجات، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نشأ عمر بالمدينة وتخلق بأخلاق أهلها، وكلكم يعرف أن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعج ولله الحمد والمنة بعدد من الصحابة والتابعين وكبار الفقهاء في ذلك الوقت. فكان عمر رضي الله عنه قد أكب على أخذ العلم من شيوخها، وكان يقعد مع مشايخ قريش ويتجنب الشباب. هو يقول لنفسه أحيانا: قالوا أنت شاب فلماذا تتجنب مجالس الشباب وتجلس في مجالس الشيوخ؟ قال: إني أحب أن أتلقى ما تلقوه وأن أتعلم ما تعلموه، ولذلك أنا أقول إن حق كبار السن عموما في الإسلام لهم مكانة عظيمة، والله جل وعلا جعل من إجلاله إجلال ذي الشيبة الذي شاب شعره في الإسلام، وخاصة إذا جمع أيضا مع ذلكم العمر الكبير والشيب الذي ظهر عليه العلم الذي يعلم به الناس، فذاك حق كامل لمن كبر سنه. ونسأل الله أن يمد بأعمار الآباء والأجداد ومن لهم حق علينا من كبار السن، وأن يختم لنا ولهم بالصالحات. تزوج عمر ابن عبد العزيز لما اشتهر، مات أبوه، مات عبد العزيز، ثم أخذه عمه أمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان فخلطه بولده، رباه في بيته، ثم قدمه على كثير من أبنائه. ووالله إني أستغرب اليوم من بعض القضايا، يموت الأخ وتجد أحيانا يتصارع الناس والأسرة وأصحاب الميراث والإخوان على ما خلف ذلك الأخ، وربما نسيت زوجته الأرملة ونسي الأبناء الأيتام، وأصبحت القضايا قضايا الدنيا فقط. وإلا كان من الواجب والأولى أن يكون أبناء الأخ وبنات الأخت وغيرهم أن يكون الأولى بهم الأقارب والأرحام. عبد الملك يربي عمر رضي الله عنه، ثم يزوجه بابنته فاطمة. يقول الشاعر في فاطمة بنت عبد الملك، يقولون: أعظم بيت قيل في مدح امرأة كان آباؤها وإخوانها خلفاء هي فاطمة بنت عبد الملك. يقول الشاعر: بنت الخليفة، والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها. يقول: بنت الخليفة أبوها عبد الملك بن مروان خليفة، والخليفة جدها مروان بن الحكم كان خليفة، واخت الخلائف أخت الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك ويزيد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك، كلهم كانوا خلفاء في بني أمية، والخليفة زوجها وهو عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وما اجتمع شرف لامرأة إلى وقتنا هذا كما يقول المؤرخين مثل ما اجتمع لفاطمة بنت عبد الملك، أعني في الخلافة، وإلا في النسب ففاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فأبوها محمد عليه الصلاة والسلام ورضي عنها. أما صفاته الخلقية، كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أسمر ورقيق الوجه أحسنه، كان نحيف الجسم حسن اللحية غائر العينين، بجبهته أثر للسجود، وكان في لحيته شيب قد خط بياضها يراه البعيد منه. ثم تأثر رحمه الله تعالى، نشأ عمر في المدينة، أول ما تربى في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شب وعقل وهو غلام صغير. وكان يأتي عبد الله بن عمر بن الخطاب يأتي إلى أمه وهو يعتبر خاله،
قال ثم يرجع إلى أمه فيقول يا أمه، يقول عمر لأمه إني أتمنى أن أكون مثل خالي. عندنا مثل عام يقولون طيب الولد من طيب خواله، ولكن يقول إني أتمنى أن أكون مثل خالي عبد الله. فقالت أمه أف أف، لا يمكن أن تكون مثل هذا. حتى دارت الأيام، وإن كان بعض المربين يقولون على الوالد والوالدة أن ينمي ما كان في ولده، إذا مال إلى خير وإلى صفة حميدة وإلى رجال يحبهم، يحب أن ينتمي إليهم وهم من أهل الخير والصلاح والهدى والتقى، فليشجع على مثل ذلك. ثم قررت عليه الأم أنك لن تكون مثله. ثم بعد ذلك لما أراد الله تبارك وتعالى لأبيه عبد العزيز أن يكون خليفة في مصر، كان أميرا عليها، ذهب عبد العزيز وعين أميرا في مصر، ثم كتب رسالة إلى زوجته أن اقدمي علي وأحضر الأبناء معك. فأرادت أن تذهب رحمها الله تعالى، ثم وهي ذاهبة أتت عبد الله بن عمر فقالت إن عبد العزيز كتب لي كتابا أنه ولي على مصر وإنه طلب مني الذهاب إليه مع أبنائه. قال اذهبي إليه والحقي بزوجك، فليس لنا أمر عليك، ولكن لو تركتي عندنا عمر لأنه أشبهكم منك، أشبهكم فينا آل البيت، فاتركيه عندنا. وتركت عمر بن عبد العزيز عند عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فلما ذهبت إلى زوجها ودخلت عليه مع مجموعة الأبناء قال أين عبد العزيز؟ قالت إن عبد الله بن عمر طلبه أن يكون عنده، ففرح بذلك. قال دعيه لعله يتعلم منهم فيكون أشج بني أمية، اتركيه فإننا نؤمل فيه خيرا. وبالفعل رزق عمر بن عبد العزيز حب الإقبال على القرآن وعلى طلب العلم وعلى حب المطالعة. وأنا أتساءل أحيانا أقول كم نقرأ في اليوم والليلة من كتاب الله جل في علاه ابتداء، وكم نقرأ في كتب العلم من التفاسير وكتب الأحاديث والسنن والمسانيد والصحاح وغيرها، بل حتى في القراءة الحرة في الثقافة العامة والتاريخ والسياسة نجد أننا إلا ما رحم رب العالمين هناك عزوف عن القراءة وعن التعلم وعن التثقف وعن طلب المعرفة. ونحن في هذا الزمان مع وجود هذه التقنية الحديثة وسهولة وجود العلم، والله إني أتأمل قبل أيام وأنا أرى بعض السيديات أو الفلاشات الموجودة اليوم يحمل عليها ويخزن فيها عشرات بل مئات بل ألوف الكتب. كنت أقول لو أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أو غيره أدرك مثل هذه التقنية ماذا سيقدمون للأمة وهم قدموا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كنت أجلس أقرأ، يضع السراج فيه زيت، يقول فإذا انطفأ السراج وانتهى الزيت وليس عندي ما يعني يكون سببا في إشعال هذا السراج، كنت أبكي على ليلة تيك. يبكي لأن الليل طويل وليس هناك سراج ولا يستطيع القراءة حينما كان الليل ظلاما. فماذا عسانا أن نقول في وقت توفرت لنا القراءة في كل الأوقات وبكل الأحوال، فعسى الله جل في علاه أن يعيد للأمة ما فقدت من علم ومنارة للعلم وصلاح وغير ذلك. عمر بن عبد العزيز تاقت نفسه للعلم وهو صغير، وكان أول ما تبين من عمر حرصه على العلم، فقد حفظ القرآن رحمه الله تعالى، وقيل أنه حفظ القرآن قبل البلوغ وعرف شيئا من الأدب. وجمع عمر رحمه الله تعالى بين حفظ القرآن أنه كان يتأثر بالقرآن. دخلت عليه أمه مرة وهو يبكي فقالت ما يبكيك؟ فقال قرأت القرآن وبكيت، فبكت أمه. قالت والله إننا لا نجد ذلك إلا قلة ممن يقرؤون القرآن فيبكون. القرآن العظيم لو قرأه الإنسان قراءة فيها تمعن وتدبر لاكتفى. ولذلك لبيد بن ربيعة كما تعرفون ابن صعصع بن مالك المعروف الشاعر صاحب المعلقات التي كتبت على أستار الكعبة، لما كتب له عمر قال يا لبيد اكتب لنا قصيدة
ترفع همم الرجال في معركة القادسية. فكتب له لبيد رضي الله عنه، أسلم لأنه عمر إلى 150 سنة وأسلم رضي الله عنه وأرضاه. يقول: فكتب له سورة البقرة، فقال عمر بن الخطاب: نحفظها ولا أريد سورة البقرة، إنما أريد كلاما يقوله الرجال رجزا ثم إذا سمعوه ارتفعت الهمم. فكتب له قال: والله إن القرآن أسكت البلغاء والخطباء والشعراء، ما نحتاج. ولذلك لم يكتب بعد إسلامه إلا بيتا واحدا: الحمد لله الذي لم يأتني أجلا حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. يقول: ما قال بعد أن أسلم إلا هذا البيت، لأنه يعلم أن بعد كلام الله تبارك وتعالى ليس هناك شيء يقدم على القرآن. يقول مالك رحمه الله تعالى ابن أنس وسفيان بن عيينة أن عمر بن عبد العزيز إمام، وأول من أطلق عليه إمام بعد وقته رحمه الله تعالى الإمام مالك بن أنس وسفيان بن عيينة. ويقول مجاهد: أتيناه نعلمه فتعلمنا منه. وقال ميمون ابن مهران: كان عمر بن عبد العزيز معلم العلماء. يقول الذهبي عنه: كان إماما فقيها مجتهدا عارفا بالسنن كبير الشأن حافظا قانتا لله أواها منيبا، يعد في حسن السيرة والقيام بالقسط مع جده لأمه عمر، وهو في الزهد مع الحسن البصري، وهو في العلم مع الزهري. وقد احتج الفقهاء والعلماء بقوله وفعله. إلى يومنا هذا عمر بن عبد العزيز يحتج بقوله. ومن أراد أن يتبحر في علم عمر ويعرف مكانته العلمية أرجعكم إلى بعض الرسائل. هناك رسالة اسمها الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة، كتبها الأستاذ حياة محمد جبر وهي في مجلدين. وكذلك رسالة علمية وتسمى فقه عمر بن عبد العزيز، كتبها كذلك الدكتور محمد بن سعيد شقير في مجلدين، وهي رسالة دكتوراه أيضا. وكذلك موسوعة فقه عمر بن عبد العزيز لمحمد رواس قلعجي، وهذه الرسالة كتبت كلاما طويلا فيما يتعلق في فقه عمر تحديدا. أما ما يتعلق في سيرته فأنصح برسالة كتبها الدكتور محمد الصلابي وفقه الله وهو معاصر، كتب عن عمر بن عبد العزيز سيرته كاملة، وهي من المراجع المهمة في سيرة هذا الإمام. طبعا عمر بن عبد العزيز كان قريب من العلماء، وكان يتميز بقربه كذلك من الخلفاء، لكن قربه من الخلفاء لم يؤثر عليه، إنما أثر هو عليهم، واستطاع أن يغير فيهم نصحا وتوجيها وسياسة بالرأي والمشورة. ويحتل عمر طبعا مكانة متميزة في البيت الأموي، فقد كان عبد الملك يجله ويعجب من بنباهته، بل إنه زوجه ابنته. وقد كان ينصح لعبد الملك، كتب له رسالة عبد الملك بن مروان في ذلك الوقت من يستطيع أن يقابله، فيكتب له رسالة طويلة يقول: أما بعد فإنك راع، والنبي يقول: كل راع مسؤول عن رعيته. وقد حدثنا أنس، والكلام لعمر، حدثنا أنس بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل راع مسؤول عن رعيته. ثم تلا قول الله جل في علاه: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. ويقال أن عمر بن عبد العزيز ولاه عمه عبد الملك إلى بلدة اسمها خناصرة لكي يتدرب على الأعمال القيادية في وقت مبكر. وقد قيل أن سليمان ابن عبد الملك هو الذي ولاه على خناصرة، وهناك من رجح القول الأول. وتأثر عمر بن عبد العزيز لموت عمه وحزن عليه حزنا عظيما، وقد خاطب عمر ابن عمه مسلمة ابن عبد الملك، قال له: يا مسلمة، والله إن بعض الكلام نحتاجه في كل وقت. يقول: يا مسلمة، إني حضرت أباك لما دفن، فحملتني عيني عند قبره، فرأيته قد أفضى إلى أمر من أمر الله، راعني وهالني، فعاهدت الله ألا أعمل بمثل عمله إن وليت وقد اجتهدت في ذلك. ثم في ربيع الأول عام 87 من الهجرة ولاه الخليفة الوليد بن عبد الملك على المدينة المنورة. ثم في عام 91 من الهجرة
ولاه على ولاية الطائف ثم أصبح والي الحجاز، واشترط في ولايته، تخيلوا رجل يرشح أن يكون أميرا لمنطقة، وقبل أن يكون أميرا لهذه المنطقة اشترط 3 شروط. قال: أول شرط أن أعمل في الناس بالحق والعدل، ولا يظلم أحدا ولا أجور على أحد بأي حال من الأحوال. وش معنى هالكلام؟ معنى هذا الكلام يترتب عليه أنه ما يأخذ من الناس أموالا وستقل دخل بيت مال المسلمين، فوافق الخليفة على ذلك. قالوا الشرط الثاني أن يسمح له بالحج في ذلك العام، لأنه لما كان واليا على المدينة لم يسبق له أن حج رحمه الله تعالى، فوافقوا. قال الشرط الثالث أن يسمح له بالعطاء، أن يخرجه للناس في المدينة، فوافق الوليد على هذه الشروط. العطاء الذي يعطى من الخليفة يوزعه على فقراء المدينة، وفرح الناس به فرحا شديدا. وأول عمل عمله يوم أن كان واليا على المدينة والحجاز وضع مجلس للشورى، دخل على الناس وجمع 10 من فقهاء المدينة، عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ومجموعة، ثم دخلوا عليه قالوا: السلام عليك يا أمير المؤمنين. قال: من دخل فليعمم، يعني يسلم على الجميع، ما له داعي يقول السلام عليك لوحدك. قال: فليقل السلام عليكم جميعا. ثم يا أيها الناس إني أحمد الله وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على رسوله عليه الصلاة والسلام. إني دعوتكم لأمر تؤجرون عليه وتكونون فيه أعوانا على الحق. إني لا أريد أن أقطع أمرا إلا برأيكم أو برأي من حضر منكم، فإن رأيتم أحدا يتعدى أو بلغكم عن عامل لي ظلامه، يعني أمير في أي مكان، أنه ظلم، فأحرج الله على من بلغه ذلك إلا بلغني. ثم يقول عن عمر: ولقد بلغني عن عمر بن الخطاب أنه كان يجمع المجلس، يعني مجلس الشورى، إذا طرأ الأمر، وأما أنا اليوم وأنا صبت عمر بن الخطاب فإني أقيم للمظالم مجلسا كاملا، أجعل مجلس أستشيره وأعود إلى رأيه حتى لا يظلم أحد في أي مكان كان ما دام تحت ولايتي. حبس رجل، يقولون من عدله، حبس رجلا أراد الخروج عليه. تخيلوا واحد يريد أن يخرج على ولي الأمر، على الحاكم، يقول: فقبضنا عليه، يقوله مزاحم مولى عمر عبد ويخدمه. قال: فسجناه، فحدد له عمر بن عبد العزيز مدة، يعني حكم عليه بمدة. يقول: فانتهت مدة سجن هذا الخارج، انتهت فترة سجنه، فذكرنا عمر ابن عبد العزيز، قلنا له: يا عمر، إن الرجل استوفى مدته. قال: أما إنه أراد أن يخرج علينا بني أمية، لا بد أن نأخذ الحيطة، اتركوه شوي حتى نتحرى وننظر كيف نحتاط إذا خرج، خشية أن يعود مرة أخرى. فوقف مزاحم يقول: يا عمر يا ابن عبد العزيز، إني أحذرك ليلة تشيب فيها الرؤوس يوم القيامة، يقف الناس في صبيحتها أمام الله. يا عمر، والله إني كدت أن أنسى اسمك من كثرة ما أسمع. أمير المؤمنين دخل، أمير المؤمنين خرج، أمير المؤمنين حكم، نسينا حتى أن نقول لك عمر. ولكن والله يوم القيامة لا ينفعك اسم أمير المؤمنين ولا تلك الألقاب. أخرج من كان في السجن ما دامت مدته قد ذهبت. يقول: والله ما التف إلا وقد أمر حراسه أن يخرجوه. قال: والله يا مزاحم إنك كشفت عن وجه الغطاء، وإني ما زلت أذكر ذلك لمزاحم لأنه أزال الغفلة عن وجهي رحمهم الله تعالى. وهذه البطانة الصالحة التي يقربها الحكام والأمراء والملوك والوزراء وصناع القرار، حتى إذا التفت الحاكم يجد على يمنته وعلى يسرته رجلا حاذقا مؤمنا تقيا
يشير عليه بما ينفعه في الدنيا والآخرة. أما بطانة السوء فلا تعود على الحاكم ولا الأمير ولا الملك ولا الوزير ولا صانع القرار إلا بالضياع والهباء المنثور. أما إذا كانت البطانة مع أن هذا خادم يعمل المولى عبدا يباع ويشترى. وذكر ابن الجوزي أن عمر بن عبد العزيز لما كان في المدينة ذكر له أن الوليد ابن عبد الملك يريد أن يرسل يولي على الحج يولي على الحج الحجاج بن يوسف الثقفي، أظلم رجل على وجه الأرض، ليكون أميرا على الحج. فعمر بن عبد العزيز كان في المدينة، وكان من طبيعة أمراء الحج أمير الحج يزور مكة، وإذا انتهى موسم الحج يذهب إلى المدينة مع الحجاج. فعمر بن عبد العزيز كتب رحمه الله تعالى إلى الخليفة يستعفيه، قال: يا أمير المؤمنين، إني أكره الحجاج بن يوسف لأنه أظلم من وليت على الأرض، وإني أستعفيك أن تمنعه من زيارة المدينة ما دمت أميرا لها، وإلا فإني أقدم استقالتي وعدم قبولي بإمارتها. فوافق الأمير، فقال للحجاج بن يوسف: إن عمر بن عبد العزيز كتب إلي يستعفيني من مرورك عليه، فلا عليك فلا تمر لأنه يكرهك. وكتب عمر بن عبد العزيز وهو والي المدينة إلى الوليد بن عبد الملك يخبره ما وصل إليه حال العراق، حاكم العراق الحجاج بن يوسف. والعراق كان الله في عونهم إلى اليوم، من ظالم إلى أظلم. لكن نسأل الله جل في علاه أن يرحم المسلمين برحمته، نسأل الله أن يرحم المسلمين برحمته. وهذا يقول إن والي العراق ينصح الخليفة: إن والي العراق الذي وليته إنما هو رجل يحب القتل والظلم والضيم والضيق، مما جعل الحجاج يحاولون الانتقال إلي، يعني يجون عندي في المدينة. فإني أنصحك ألا تولي الحجاج على بهم، يعني حوش غنم ما يصلح يكون عليها لأنه مو بكفو. قال: إني أنصحك ألا يولى حتى على بهم يحرسها، لأنه ليس بكفء لها وهو من أظلم الناس للناس. لما بلغ الخبر للخليفة في ذلك الوقت الوليد بن عبد الملك، هو طبعا الوليد يريد مثل الحجاج، لأنه كان يعتقد أن عامة الناس لا يمشون إلا بالشدة والضرب والقهر والظلم. وعمر بن عبد العزيز يقول: لا، إن العدل وإقامة العدل هو الذي يجعل الحق يسير في كل مكان، ومنها الولاية والولاء إلى ولي الأمر الذي تولى على المسلمين ولايتهم. طبعا الحجاج بن يوسف لما علم أن الذي كتب فيه عمر، فأراد أن يثير الوليد على عمر ابن عبد العزيز، فقال له: كتب الحجاج إلى الوليد يقول: إن من قبل من أهل العراق وأهل الثقاف قد جلوا من العراق ولجأوا إلى المدينة ومكة، وإن هذا وهن. يقول الناس يروحون من العراق إلى مكة والمدينة، وهذا فيه وهن إلى أطراف العراق لأنها كانت حدودهم مع الروم، وهذا فيه وهن لنا. فإني أشير عليك بعثمان بن حبان، هذا واحد من المقربين إليه، أشير عليك به، وخالد بن عبد الله القسري، واعزل عمر بن عبد العزيز وضع أحد هذين الرجلين، لأن عمر بن عبد العزيز لا ينفع أن يكون حاكما. وكان هذا الميول السياسة عند الحجاج واضح، وكانوا يظنون كما قلت أن الشدة هي الأصل. خرج عمر بن عبد العزيز أزاله الوليد بسبب ما كتبه له الحجاج بن يوسف، لأن أهل الشر كما يقول الشاعر: تشتت شملهم إلا علينا وصرنا كالفريسة للذئاب. فتشتت شمل أهل الشر إلا على الصالحين وعلى أهل الحق. إذا أريد أن يقام العدل تجدهم يتكالبون ويجتمعون، وأنهم في الأصل ليسوا على قلب رجل واحد أبدا. فخرج عمر بن عبد العزيز يقول:
والله ما كنت أحب الخروج من مدينة رسول الله، ولكني قلت لعل في بقائي عند الوليد بن عبد الملك خير. يقول لعلي أكون قريب منه فأقول له هذا خطأ وهذا صح وهذا يصلح وهذا لا يصلح. يقول مزاحم خادمه: خرجنا في ليلة كنت أقول يا عمر لتبقى في المدينة وإن تولاها غيرك، حتى نكون قريبين من مدينة رسول الله ومن مسجده ومن قبره. قال: لا والله لعل ذهابي إلى الوليد بن عبد الملك فيه خيرا. يقول مزاحم: فأردت أن أرده عن الخروج، فنظرت إلى القمر فرأيت القمر في الدبران. الدبران نجم بين الثريا وبين الجوزة كما تعرفون، يقال له التابع والتويبع، وهي من منازل القمر، تسمى دبران لأنه يدبر الثريا ثم يتبعها. فيوم شاف القمر مزاحم كانوا يتشاءمون العرب إذا كان موضع القمر كما يسمون في الدبران، وهذا طبعا لا يجوز. قال: كرهت أن أقول له أن القمر دبران، فقلت: يا أمير المؤمنين ألا تنظر إلى القمر ما أحسنه؟ شوف القمر الزينة. يقول: فنظر فعلم. قال: إنما أردت أن أرى أنه بالدبران. قال: نعم. قال: يا مزاحم إنا لا نخرج لا بشمس ولا بقمر، لكننا نخرج بالله الواحد القهار. حنا ما نتشاءم، نذهب بالواحد القهار. لكن عمر كان يقول: والله إني أخشى أن الله لم يحب بقاؤنا في المدينة، وأخشى إني أنا وأنت، يقوله عمر بن عبد العزيز، أخشى أن نكون من الخبث. قال: نعوذ بالله أن تكون خبثا يا أمير المؤمنين. قال: أولم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث طبعا في مسلم، قال: أن المدينة كالكير يخرج الخبث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. قال: إني أرفعك يا أمير المؤمنين أن تكون كذلك. فكان عمر بن عبد العزيز ينصح للوليد ويبين له ماذا يجب عليه أن يفعله حتى لا يكن في الأرض ظلما ولا يظلم الناس في عهده، حتى جعله سليمان بعد وموت الوليد. كان سليمان رحمه الله تعالى هو الخليفة، ثم قرب عمر وجعله له وزيرا ومستشارا قريبا منه. من حسنات سليمان بن عبد الملك أنه قرب عمر بن عبد العزيز. يقول الفقيه العالم رجاء بن حيوة التابعي، يقول: اقترحت على سليمان في مرض موته أن يولي عمر بن عبد العزيز. سليمان بن عبد الملك تولى، وكانت ولاية فترة يسيرة، وكان عمر بن عبد العزيز قريبا منه وغير كثير من سياسة الدولة. ولما مرض سليمان، يقول رجاء بن حيوة وهو تابعي عالم فقيه زاهد معروف، يقول: دخلت عليه وقلت له: يرحمك الله، إني أوصيك وأنصح لك أن تولي عمر بن عبد العزيز. وكانت وصيته لم يكن فيها للشيطان نصيب. قال ابن سيرين: يرحم الله افتتح خلافته بإحياء الصلاة، واختتمها بخلافة عمر بن عبد العزيز. كانت سنة وفاته سنة 99 من الهجرة، وصلى عليه عمر بن عبد العزيز، وكان منقوش على خاتمه: أؤمن بالله مخلصا. تعددت الروايات في استخلاف سليمان لعمر، لكن الصحيح والله أعلم الذي وقفت عليه ما ذكره ابن سعد في الطبقات عن سهيل بن أبي سهيل، قال: سمعت رجاء بن حيوة يقول: كان يوم الجمعة، شوفوا البطانة الصالحة، فلبس سليمان بن عبد الملك ثيابا خضرا تجمل، ثم نظر في المرآة، يناظر وجهه بعد أن شابت لحيته، قال: هذا الملك الشاب، يعني كنت شابا فتوليت فترة بسيطة وشابت لحيتي. فخرج إلى الصلاة يصلي بالناس الجمعة، فلم يرجع حتى وعك، مرض. فلما ثقل كتب كتابا عهده إلى ابنه أيوب، وأيوب كان صغيرا لم يبلغ، فيقول: قلت: ما تصنع يا أمير المؤمنين؟
إنه مما يحفظ به الخليفة في قبره، هذا يقوله رجاء بن حيوة، أن يستخلف الرجل الصالح. قال سليمان: كتاب أستخير الله فيه وأنظر ولم أعزم عليه. فمكث يوم وقيل يومين، ثم خرق الكتاب، قطع الكتاب، لأنه كان بيولي ولده أيوب كان صغير. فقال له فدعاني فقال: ماذا ترى في داود بن سليمان؟ قال: إن داود بن سليمان غائب بالقسطنطينية ولا تدري هو حي ولا ميت. قال: طيب ماذا تقول يا رجاء، ما رأيك بمن يكون أميرا للمؤمنين؟ يقول: أنا سكت، ما ودي أقول عمر مرة ثانية فيظن أن بيني وبين عمر مصلحة. قلت: أنت من ترى؟ قال: ماذا تقول في عمر ابن عبد العزيز؟ قلت: والله لا أعلمه إلا رجلا صالحا فاضلا من خيار المسلمين. فقال: هو علي ذلك، والله لئن وليته ولم أولي واحد من أولاد عبد الملك، عيال عمي هؤلاء مشكلة، وأبناء إخواني مشكلة، وكذلك إخواني، إذا لم أولي واحدا منهم لتكونن فتنة ولا يتركونه أبدا. فاقترح عليه رجاء، قال: ولي عمر بن عبد العزيز، وضع يزيد بن عبد الملك ولي عهد له، إذا مات عمر يكون هو الخليفة بعده، وبهذا تكون كسبت الأمرين. فكتب وصيته أن الذي يكون خليفة للمسلمين بعدي هو عمر بن عبد العزيز، ويلي ولاية العهد في وقته يزيد بن عبد الملك، وإذا مات عمر كان خليفة. يقول رجاء ابن حيوة: فمرض سليمان وبدأ ينتفض من شدة المرض. يقول: فأدخلت أبناءه وإخوانه وبني أمية عليه والكتاب معي، يقول لافة ومختوم. يقول: كلما خرج واحد منهم قلت له: أتبايع على ما كتب أمير المؤمنين في هذا الكتاب؟ قال: نعم أبايع. وكل ما طلع واحد قال: أتبايع، ما يدرون ما الكتاب. يقول: فمر علي هشام بن عبد الملك فقال: أسألك بالله الخلافة لي؟ قال: والله لا أخبرك بحرف. يقول عمر بن عبد العزيز فزي اللي حس أن الخلافة ستكون له، قال: أسألك بالله يا رجاء يا ابن حيوة، ما دام الأمير حيا والروح ما زالت فيه، فأخبرني إن كان قد ولاني بعده فلنقل له ألا يولينا. قال: والله لا أخبرك بحرف فيه حتى يموت. يقول: ما هي إلا ليلة واحدة حتى مات سليمان رحمه الله تعالى ابن عبد الملك. يقول: دخلت عليه رجاء وهو في سكرة الموت الأخيرة فإذا هو يموت. يقول: فحرفت إلى القبلة، فريت للقبلة. يقول: التفت علي قال: لا تجعلني إلى القبلة فإني ما زلت حيا، والله إذا اقتربت الروح سأكون أنا حول القبلة. يقول: فجلس على ظهر يذكر الله حتى اقتربت روحه، ثم حنى نفسه إلى القبلة ففاضت روحه وهو يقول: لا إله إلا الله. يقول: فدخلت زوجته عليه، يقول: فرأته وهو مسجى، ثم غطيت وجهه، فرجعت أدخلهم مرة ثانية اللي زاروه وهو في سكرات الموت، كل عيال عبد الملك. يقول: فلما دخلوا عليه قلت لهم: بايعوا على ما كان في هذا الكتاب المختوم. يقول: تغيرت الكلام، قالوا: كنا نبايعك قبل موته، أما الآن لا، والله لو تخرج الخلافة من أبناء عبد الملك لنقيم الدنيا ولا نقعدها. قال: إنكم بايعتم ولا تنحرفوا عما قلتم، وتلك بيعة في رقابكم. شوفوا البطانة العاقلة والعلماء حينما يقتربون من أهل الحكم والقرار كيف يكون حتى تهدئة الأمور في ظل مثل هذه الفتن. يقول: فبايعوا كلهم إلا هشام. قال: لا. قلت له: بايع، فقال: سكت. قال: فأتيت إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فناديته فقلت: يا عمر تعال فاجلس. قال: وما تريد مني؟ قال: سأقرأ وصية أمير المؤمنين. قال: أسألك بالله يا رجاء، هل كان عمر بن عبد العزيز أميرا للمؤمنين؟ قال: نعم، إنه قد أوصى أن تكون أميرا للمؤمنين. يقول عمر بن عبد العزيز: والله ما تمنيت أني كنت كذلك. يقول: فقام فقرأ عليهم وصيته. أول ما قرأ الوصية
كل بني أمية سكتوا وبايعوا إلا هشام. قال والله لا نبايعه ولا نعطيه إمارة، وإن وضعتم عمر بن عبد العزيز قامت السيوف هكذا، يعني فتنة. يقول رجاء بن حيوة فالتفت إليه وقلت والله لو تقم يا هشام يا ابن عبد الملك بما قلت لأنزعن رأسك من على رقبتك. يقول فسكت، ثم قام فبايع. وكان عمر رحمه الله تعالى أميرا للمؤمنين. عمر رضي الله عنه وأرضاه لما ولي الخلافة التفت إليه رجاء بن حيوة قال له يا عمر قم فألقي الخطبة على الناس. يقول جاب يقوم عمر ما استطاعوا طاح، سقط من ثقل المسؤولية. بعض الناس يدور الإمارة ويبحث عن الوزارة ويبحث عن المنصب ظنا منه أنها جاه. المسألة ليست تشريف، هي تكليف. وعمر بن عبد العزيز يعرف مدى هذا الأمر وثقله. فكان عمر يقول فأتى رجاء بن حيوة ورجل آخر فرفعوني، فصعدت على الدرجة الأولى على المنبر فسقطت، ثم صعدت على الثانية فسقطت، ثم صعدت على الثالثة فسقطت، حتى تمسكت بخشبة المنبر. فصعد على المنبر وقال يا أيها الناس إني ابتليت بهذا الأمر عن غير رأي مني، ولا طلبته والله ولم أستشر فيه، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعة لي، فاختاروا لأنفسكم من تريدون. يقول أنا أسحب نفسي. فصاح المسلمون صيحة واحدة قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضينا بك، فول أمرنا باليمن والبركة. يقول فشعرت أن هناك المسؤولية قد قامت علي. فأخذ يقول أما بعد، اسمعوا هذا الكلام، يا أيها الناس اعلموا أنه ليس نبي بعد نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، ولا بعد الكتاب الذي أنزل عليه كتاب. ألا إنما أحل الله حلال إلى يوم القيامة، وما حرم الله حرام إلى يوم القيامة. ألا إني لست بقاض ولكني منفذ، ألا وإني لست بمبتدع ولكني متبع، ألا إنه ليس لأحد أن يطاع في معصية الله، ألا إني لست بخيركم ولكني رجل منكم غير أن الله جعلني أثقلكم. أيها الناس من صحبنا فليصحبنا ب5 وإلا فلا يقربنا. اللي بيكون قريب مني له 5 شروط: أن يرفع إلينا حاجة من لا يستطيع رفعها، المساكين والضعوف اللي ما يستطيعون يصلون إلي أنتم يا بطانتي ترفعونها لي. يرفع إلينا حاجة من لا يستطيع رفعها، ويعيننا على الخير بجهده، ويدلنا من الخير على ما نهتدي إليه، ولا يغتابنا عند الرعية، ولا يعترض فيما لا يعنيه. أوصيكم بتقوى الله، فإن تقوى الله خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله خلف. واعملوا لآخرتكم، فإنه من عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه. وأصلحوا سرائركم يصلح الله الكريم علانيتكم، وأكثروا من ذكر الموت، وأحسنوا الاستعداد قبل أن ينزل بكم، فإنه هادم اللذات. وإن هذه الأمة لم تختلف في ربها ولا في نبيها ولا في كتابها، وإنما اختلفوا في الدينار والدرهم. وإني والله لا أعطي أحدا باطلا ولا أمنع أحدا حقا. ثم رفع صوته حتى أسمع الناس فقال يا أيها الناس من أطاع الله وجبت طاعته، ومن عصى الله فلا طاعة له عليهم. أطيعوني ما أطعت الله، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. وإن من حولكم من الأمصار والمدن فإنهم أطاعوا كما أطعتم فأنا وليكم، وإنهم نقموا فلست لكم بوالي. ثم نزل. وهكذا عقدت الخلافة لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في يوم الجمعة، في يوم 20 من شهر صفر سنة 99 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. ثم بدأ عاد يرسي القواعد وينشر العدل. يقولون أن زوجته فاطمة بنت عبد الملك وزع من بيت مال المسلمين في أول يوم تولى عمر الخلافة، وكان من ضمن ما قسموه على الفقراء تفاح.
يقول عمر بن عبد العزيز: فقلت لفاطمة زوجتي، فاطمة اللي قلنا عنها بنت الخليفة، والخليفة جدها أخت الخلائف، والخليفة زوجها، كانت غنية، فتقول: قال يا فاطمة أخرجي ما لديك في البيت من أموال وطعام وذهب وفضة، فوالله لا يدخل هذا بيتي وأنا خليفة للمسلمين. قالت: يا عمر إنما هذا مال وهبني إياه أبي وأجدادي. قال: إن أبوك وهبك إياه من بيت مال المسلمين، فاختاري أحد أمرين: إما أن تعيشي معي على الفقر، وإلا خذي الأموال واذهبي إلى أبيك. قالت: والله لا أريد مالا ولا ذهبا، إنما أريدك والحياة حياتك يا عمر. وأتوا بتفاح وزعوه، كان حقه هو له الخمس لأنه حاكم، فأعطوه الخمس من التفاح ودخل بيته، وإذا بابنه الصغير يمسك تفاحة فيأكلها، فأخذها عمر فنزعها منه ورمى بها، وبكى الصبي ودخل إلى أمه وقال: يا أمي إن أبي نزع التفاحة من فمي. فذهبت أمه واشترت له تفاحة، ودخل عمر مرة ثانية وشم ريحة التفاح، قال: يا فاطمة إني أخرجت التفاح من بيتي لأنه حق للمسلمين، وإني أشم الآن رائحة التفاح. قالت: يا عمر والله إن ابنك هذا أتاني يصيح ويبكي، فاشتريت له تفاحة بمالي. قال لها: يا فاطمة والله إنني انتزعتها من فمه وكأنما انتزعها من قلبي، ولكن يا فاطمة خشيت النار بهذه التفاحة، خشيت نار جهنم بهذه التفاحة. يا فاطمة لا تدخلي عمر بن عبد العزيز نار جهنم بتفاحة يأكلها طفلنا. قالت: والله ما أكلنا التفاح وما عرفنا اللحم منذ أن تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة رضي الله عنه وأرضاه. يقولون كان يدور في سكك الأرض كلها ويعزل الولاة الظلمة والحكام الذين يظلمون، حتى أن كان كل خليفة يقتل من يريد في البلد. يقول عمر بن عبد العزيز: أتيت إلى رجل اسمه خالد، رجل مهاجر، فقلت له: تعال يا رجل، والله ليس بيني وبينك قرابة ولا صلة، ولكني رأيت قراءتك للقرآن وخوفك من الرحمن، ورأيتك تصلي في موضع تظن أن لا يراك أحد، فرأيت حسن صلاتك. خذ هذا السيف وليكن معك، ولا ترفعه إلا بأمري، فإن رأيت ظالما ممن وليناهم على تلك الأمصار فأخبرني عنه، فإنه لا يقتل بهذا السيف إلا من كان يستحق القتل. فوقف عمر وأقام العدل ورفع المظالم، حتى أنه رحم حتى الدواب. يقول أن عمر أكد على الرفق بالحيوان وعدم تعذيب الحيوانات. يقول أبو سفيان: حدثنا عبيد الله بن عمر أن عمر بن عبد العزيز نهى أن يجعل البريد في طرف الصوت، والبريد حديدة توضع في طرف الصوت يضرب بها البهائم أو ينخسون الدابة بها، فنهى عمر أن يوضع ذلك البريد، وأن يوضع اللجام الذي يوضع في الدابة لا يكون ثقيلا، وقد أصدر أمره بمنع استخدام اللجم مع الخيول والبغال. ثم دخل عليه أحد رعاة البهم قال: يا عمر إنك منعتنا المال وهذا شأنك، لكن تمنعنا أن نضع البريد على أصوات نضرب بها بهائمنا. قال: أين أنت من قول رسول الله إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، فالرفق بالحيوانات أولى حتى يقوم عليكم رحمة ربكم. رحم حتى البهائم، بل بلغه أن قوما يحملون على الجمال ما لا تطيق، وذلك في مصر، فكتب إلى واليها أقصى حمولة تحملونها على البعير 600 رطل، وطلب منه إبلاغ قراره هذا للناس كلهم بتنفيذه.
ما ظنكم برجل يعدل حتى مع الحيوانات وهو يخاف من ربه جل في علاه؟ كان شديد الخوف من الله، يبكي الليل والنهار. تقول فاطمة بنت عبد الملك زوجته: دخلت عليه ليلة وهو يبكي فقلت والله سيصبح الناس ولا خليفة لهم، من شدة بكائه. ويقول مكحول: لو حلفت لصدقت ما رأيت أزهد ولا أخوف من عمر بن عبد العزيز. ولشدة خوفه كان يقرأ عليه القرآن فتدمع عينه رحمه الله تعالى، وكان متواضعا مع الناس. دخل على مكان عام فناداه رجل فقال له: يا خليفة الله في الأرض. والتفت قال: من ناداني بهذا الاسم؟ تعال. ماذا قلت؟ قال: قلت يا خليفة الله في الأرض. قال: مه؟ والله ليتني عمر لأجبتك، لأن أبواي سميني عمر، ولو ناديتني وكنيتني بأبي حفص فأنا اخترت لنفسي حفصا كنية لكنت أجبتك، ولو قلت لي يا أمير المؤمنين فقد اخترتموني أميرا لأجبتك، لكن تناديني بخليفة الله في الأرض. لا والله ما كان خليفة في الأرض إلا اثنين: نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وداود، لما قال الله جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى. وكان ينهى الناس عن القيام، إذا دخل إلى مجلس يقومون الناس له ولا يجلسون حتى يجلس. قال: إن تقوموا نقم وإن تقعدوا نقعد، فإنما يقوم الناس لرب العالمين. وكان يقول للحرس: لا تبدأوني بالسلام، إنما سلموا على كل من دخلتم عليه. وكان يصلح سراج دابته ويركب عليها. ومن تواضعه أيضا يوما كانت عنده جارية تمسك مروحة، وتعرفون أن الحكام قديما والملوك يوضع عليهم بعض الجواري يمسك سعفا من نخل أو غيرها فيروح على ذلك الحاكم. وكانت عنده جارية تروح عليه بالمروحة. يقول عمر بن عبد العزيز: فالتفت إليها فإذا بها تنعس، غلبها النعاس. يقول: ثم نعست فجلست فنامت، فقام عمر فأخذ المروحة وجلس يروح عليها. فلما قامت قالت: يا الله، أمير المؤمنين يروح علي. قال: كنت تروحين علي حتى نمت، فروحت عليك حتى نمت، وما أنا إلا أنت، يعني أنا بشر كما أنت كذلك بشر. وكان عمر رحمه الله تعالى لا يتكبر على أحد، وكان يتورع عن كل شيء، لا يدخل في بيته إلا ما كان له. يذكر عنه رحمه الله تعالى أنه دخل مرة من المرات وأحضر له الذي يصب عليه الماء إذا توضأ، الإناء الذي يوضع فيه الماء، والماء كان ساخن. قال: كيف سخنته؟ قال: أحضرت من بيت مال المسلمين حطبا وسخنت الماء عليه. قال: لقد أفسدته علينا. ثم أمر بأن يرجع إلى بيت مال المسلمين، وقال له: كم لك يوم تجيبه وتسخن به؟ قال: لي قرابة 11 ليلة. قال لمزاحم: اذهب وانظر كم يأخذ 11 ليلة من الحطب وادفع بدلها من مالي الخاص، نعوذ بالله أن يسخن لأمير المؤمنين من بيت مال المسلمين. الماء الذي يسخن له يرفضه ولا يريده، وكان لا يقبل الهدايا. قالوا لأمير المؤمنين: يا عمر، إن النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر كانوا يقبلون الهدايا. قال: كانت في حق رسول الله وفي حق أبو بكر وعمر هدايا، وأما في حقنا رشوة. يذكر أن عمر بن عبد العزيز يقال أنه مر في السوق ورأى الناس واجتمع الناس حوله، ودخل رجل معه ما يسمى بالطمار، عبارة عن رقع لكنها كانت تكتب وتلف وكانت قوية. فرأى الناس الرجل يومئ إلى عمر يشير إليه، ظنوا أنه سيقدم له الخطاب حتى يقرأه، فرماه. قال: يا عمر يا عمر، مع زحمة الناس، فرماه على عمر. فالتفت عمر فإذا به في وجه عمر فشج وجهه وصب منه الدم.
فأحضروه إلى عمر يتوقعون أن عمر يريد ضربه. قال: ماذا تريد؟ قال: اقضي حاجتي التي كتبتها هنا. فقرأها عمر فوصى له أو أوصى أن يقضى بحاجته التي طلبها، وقال: لو لم أكن غاضبا لعاقبتك، لكن اذهب. ويذكر عنه أيضا رحمه الله تعالى أنه كان يمشي في الطريق في الليل، وفيه رجل من الفقراء والمساكين ينام في الطريق، فاصطدم عمر به وفتح الرجال، قال: أمجنون أنت؟ قال عمر: لا. فأراد الذي مع عمر يضربه، قال: لماذا تضربه؟ قال: يقول إنك مجنون. قال: هو سألني، قال مجنون، فأجبته فقلت له ليش تضربه؟ ثم نحن الذين جئنا في طريقه. وكان عمر رحمه الله تعالى من حرصه أيضا على أن يستمع لكل أحد. دخل عليه وفد يريدون أن يهنئونه بالخلافة من أهل الحجاز، وكان معهم غلام صغير أصغرهم سنا. فلما تقدم الوفد قام الغلام ليتكلم بين يدي عمر، فقال عمر: مهلا يا غلام، ليتكلم من هو أسن منك، وين الكبار؟ فالتفت ذلك الغلام على عمر وقال له: يا أمير المؤمنين، المرء بأصغرية قلبه ولسانه، فإذا منح الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استجاد له الحلية. يا أمير المؤمنين، لو كانت المسألة بالعمر ففي الأمة من هو أكبر منك وأحق منك بالخلافة، وإنما المسألة لها علاقة بما كان عندي من فصاحة وبلاغة. فقال عمر: تكلم. ثم قام فتكلم وهنأ أمير المؤمنين وقال: نحمد الله الذي من بك علينا، ووالله ما جئناك لا رغبة ولا رهبة، لكن أتيناك حينما علمنا بعدلك وأن الله قد أنشر لك ذلك عند الناس. يقولون من شدة عدله رحمه الله كان يمشي في كثير من المدن يبحث عن فقير، يقول: وين الفقير اللي كان هنا يجلس يشحن؟ قالوا: قد أغناه الله وليس بقي يطلب الناس شيئا. ما بقي فقيرا في وقت عمر إلا قد اقتنع، بل قيل من المبالغات، وإن كان في رواية هذا ما فيها، لكن ذكر أهل السير وذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره، أن رجل وجدوا عنده أكرمكم الله مجموعة من الذئاب ترعى الغنم، فظن بعضهم، قال أحدهم: ما هذه الكلاب التي تضعها مع غنمك كلها تحرس الغنم؟ قال: والله ما هذه كلاب، إنما هذه ذئاب. قال: ذئاب تضعها قرب الغنم؟ قال: إنني أضعها هنا في وقت هذا الرجل الصالح. وحينما توفي عمر بن عبد العزيز يقولون: عدا ذئب على غنم. قال رجل في الصحراء: والله لقد مات عمر، ما دام الذئب تجرأ أنه يدخل علينا فقد مات ذلك الرجل الصالح. أرسلت له امرأة مصرية مسكينة تشتكي لعمر رضي الله عنه ورحمه، كتبت له، طبعا البريد يدور على كل بلد ساعي بريد ويأخذ أوراقهم مثل البرقيات الآن، وكتبت لعمر بن عبد العزيز أن عندي اسمها يفرتونة سوداء أمة تعمل عند رجل يقال له أصبح، فقالت: إني عندي في بيتي حائط الجدار قصير، وإن الذئاب والكلاب تأكل الدجاج، وأنا لا أستطيع أن أرفع الجدار هذا، فإني أسألك بالله أن تقف معي، وإلا سأقف بك أمام الله يوم القيامة. يقول: فأرسل لها عمر بن عبد العزيز: بلغنا أن جدارك قصير حتى يؤكل الدجاج، فإنا قد كلفنا الوالي أن يقوم برفع الجدار، فرفع الجدار لها. بل كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أرسل رجلا إلى صاحب الروم مرسول من عمر، فأتاه وخرج عنده يدور. يقول: فمر بموضع، أرسل عمر رجل إلى بلاد الروم، يقول: فمر رسول عمر إلى قرب مكان يسمع صوت رجل يقرأ القرآن، وبلاد الروم كفرة. يقول: فقلت: من ذا الذي يقرأ القرآن في هذه البلاد؟ فدخلت على مكان فوجدت رجلا أعمى يقرأ القرآن ويطحن. يقول: فأتيت فسلمت عليه فما رد عليه السلام، قلت: السلام عليكم، يقول: ما رد. يقول: فكررت السلام عليه 3 مرات، قلت: ألا ترد على من سلم عليك السلام؟
قال: أفي بلاد الروم من يسلم؟ عندنا أحد يعرف السلام؟ قال: إنما أنا مرسول عمر. يقول: فلما قلت له التفت إلي، قلت: وما خبرك؟ ما شأنك؟ قال: إني أسرت، كنت أسير في وقت كذا وكذا، فأتي بي إلى حاكم الروم فقال لي تنصر، فأبيت أن أدخل في النصرانية، وقال لي: إن لم تفعل سملت عينيك، فقعت عينيك. يقول: فآثرت ديني على عيني، فسملت عيني، فاخترت ديني على بصري. يقول: فأرسل لي كل يوم يعطيني حنطة أطحنها ولا يعطوني إلا خبزة واحدة، وقد حبسوني في هذا المكان الذي ترى. أسأل الله أن يجمعني يوم القيامة بعمر بن عبد العزيز، وأشتكيه أمام الله أني مسلم في بلاد النصرانية. يقول مرسول عمر: فلما عدت سألني عمر: ماذا وجدت؟ قال: وجدت رجلا سملت عينيه حتى لا يتنصر. فكتب عمر رسالة إلى قيصر الروم، قال: من عمر بن عبد العزيز: بلغنا أن عندك رجل من المسلمين صفته كذا وكذا، والله الذي لا إله غيره، إن أتاك خطابي هذا فلك 3 ليالي، إن لم يصلنا صاحبنا، وإلا أخرجت جيشا أوله عندك وآخره عندي. يقول مرسول عمر: فلما ذهبت بالرسالة فقرأها، قال: ما كنت أحب أن عمر يرسل لي هذا. فدخل على الرجل الأعمى هذا فوجده قد مات. يقول: فخفت، قلت: الآن سيرسل لي جيش وهو كان حي، كيف سأخبره أنه مات؟ يقول: فتأخرت على صاحبه ليلة، على المرسول، فقال: لم تأخرت؟ قال: إن صاحبكم الذي نشدتم قد مات، ونحن لم نقتله، إنما مات من كثرة عمله. قال له ذلك الرجل: إن كنت تخشى على ملكك فأرسله معي، هو ميت أزين لك. يقول: فغسلناه وكفناه وحملناه معنا إلى عمر، وشهدنا أنه ما قتله، إنما مات أمر من الله جل في علاه. بني أمية لما منعهم عمر بن عبد العزيز حتى الأموال التي كانوا يتعاطونها، غاروا منه وحسدوه وكرهوه وضاقت صدورهم، فجاءوا إلى رجل يعمل عنده في البيت طباخ، وقالوا له: نريد أن نهدي عمر لحما، وتضع له سما في اللحم، ونعطيك 1000 دينار. يقول هذا الرجل الطباخ: فأعطوني مالا، وجلست 3 أشهر أتردد، كل يوم أقول بحط السم، لا بكرة، أريده غدا، حتى هددوني بالقتل. فوافقت، فوضعت السم في الطعام. تقول فاطمة: والله إنه ما كان يريد اللحم. قال: من أين أتيتم بهذا اللحم؟ قالت: أهدوه بنو عمومتك. قال: إني لا أريد لحما، وإن لحم بني أمية فيه خبث، يعني وراهم شيء. قالت: إنما أهدي إليك، وأنت منذ زمن ما أكلت اللحم، كل يا عمر. قال: فأكلت اللحم فشعرت بالسم أنه في هذا اللحم، فمرضت أياما، ودخل علي الناس، فقلت: ماذا يقول الناس عني؟ قالوا: إنك مسحور يا أمير المؤمنين. قلت: أزين، يعني خلهم يقولني مسحور. فناديت هذا الطباخ، قلت: تعال، أعطاك أحد مال حتى تضع السم لي؟ يقول: سكت. قال: قل لي، والله لن يصيبك سوء إن صدقت معي. قال: نعم، إن بنو عمومتك بني أمية أعطوني 1000 دينار حتى أضع السم لك. قال: أعطني 1000 دينار، جبها. فأخذها وأودعها في بيت مال المسلمين، ثم اعتقه وقال: اخرج واهرب في بلد حتى لا يرونك ثم يقتلونك. وعفى عنه، لأنه يعلم أن ما عند الله تبارك وتعالى خير له مما سيكون في هذه الدنيا، ومن عفى وأصلح فأجره على الله. ثم كان عمر رضي الله عنه قبل تلك الفترة عرض عليه أن يوضع قبره مع قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، لأن العلماء يقولون هناك مكان في سعة في حجرة عائشة رضي الله عنها أن تأخذ قبرا رابعا،
ولذلك عرض هذا المكان على عائشة رضي الله عنها حينما كانت مريضة وقبل موتها، قالت والله لا أريد أن أدفن إلا مع صويحباتي، يعني بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فعرضوا هذا الأمر على عمر بن عبد العزيز، قال والله إني أخشى أن يعلم الله إني أنني أفكر أن يكون مقامي حول قبر رسول الله وصاحبيه. لا والله، ليس مكان عمر بن عبد العزيز أن يدفن بقرب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه. ودفع مالا واشترى له موضع قبر، يعني شرى أرض فيها مكان يقبر به، وذلك أيضا من ورعه رحمه الله تعالى. ثم كتب وصية ليزيد بن عبد الملك ولي العهد بعده، وأوصاه به بالناس خيرا، وأخبره أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن العدل هو الأصل. ودخلوا عليه أبناءه وهو في سكرات موته، دخل عليه مسلمة بن عبد الملك فقال يا أمير المؤمنين إنك قد تركت أبناءك عالة على غيرك، وإنك لم توصي لهم بمال، اكتب لهم وصية ولو شيئا من المال أو الأراضي حتى يتكففوا ولا يأخذوا من الناس شيئا. فنظر إليه وقال أجلسوني، فأجلسوه. ثم قال أدخلوا علي أبنائي، فدخلوا عليه فبكى رضي الله عنه وقال لهم يا أبنائي إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ثم قال يا أبنائي إن عمر أحد رجلين، إما صالح، إن أولاد عمر أحد رجلين، إما صالح فسيغنيه الله، وإما غير ذلك فلن أكون أول من أعانه بالمال على معصية الله. فلما دخل الأبناء ترقرقت عيناه وبكى وقال إني تركت لكم خيرا كثيرا، وإنكم ما تمرون بأحد من المسلمين ولا أهل الذمة إلا رأوا لكم حقا، يعني يذكرونكم بخير، ويذكر والدكم كذلك بالعدل. يا بني إني قد مثلت بين الأمرين، إما أن تستغنوا وأدخل النار، وإما أن تفتقروا إلى آخر يوم الأبد وأدخل الجنة، فأرى أن تفتقروا إلى ذلك أحب إلي. قوموا عصمكم الله، قوموا رزقكم الله جل في علاه. وكتب وصيته عند غسله، قال عمر رضي الله عنه ورحمه إذا أنا مت وغسلتموني وكفنتموني وصليتم علي وأدخلتموني لحدي، يقول فاجذبوا اللبنة التي تكون تحت رأسي، فإذا رأيت وجهي مال إلى القبلة فاحمدوا الله وأثنوا عليه، وإن رأيتم قد زويت عنها فاخرجوا إلى المسلمين ما داموا عند لحدي لعلهم يطلبون الله أن يرحمني. فلما وضعوه في اللحد وضعوا اللبنة تحت رأسه سحبوها من تحت رأسه، فإذا برأسه يتجه مباشرة إلى القبلة، فحمدوا الله وأثنوا عليه ودعوا له رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكان يقول عند موته وعند احتضاره تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم هدأ فجعلت تقول زوجته فاطمة فلم أسمع له صوتا ولا حسا ولا كلاما، فقلت لمن كان حوله ادخلوا عليه، فدخلوا عليه فإذا به يضع نفسه على القبلة ويقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كررها ثلاثا. ثم توفي الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز في يوم الجمعة ل10 ليالي بقين من رجب سنة 101 من الهجرة على أصح الروايات، واستمر معه المرض 20 يوما، وتوفي بدير سمعان من أرض المعرة بالشام بعد خلافة استمرت 2 و5 أشهر و4 أيام، وتوفي وهو ابن 39 سنة و5 أشهر، وذلك على أصح الروايات. وكان عمره لما توفي على أصح الروايات والله أعلم أنه 40 سنة. فما رأيكم برجل عمره 40 سنة خلد له ذكرا إلى اليوم أميرا ومصلحا ومرشدا لهذه الأمة المباركة. وما زالت الأمة المحمدية تترحم على عمر بن عبد العزيز
نسأل الله أن يزيد لأمجاد هذه الأمة أمجاد عمر بن عبد العزيز ومن كان قبله وبعده من العلماء والخلفاء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكرر شكري لكم على حضوركم واستماعكم، وأشكر القائمين على هذا الجامع في ختام درسنا عندكم في جامع الراجحي، وينتقل الدرس إن شاء الله تعالى في جامع الصانع بحي السويدي بالرياض بدءا من ثالث ثلاثاء في شهر محرم 15 القادم إن شاء الله تعالى. أشكر الرجل المبارك المحتسب الباذل الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي على بذله وإنفاقه وأمد الله بعمره. وأشكر أصحاب الفضيلة الشيخ صالح بن سليمان الهبدان والشيخ حمزة الطيار وبقية المشايخ المؤذنين واللجنة العلمية، وأخص منهم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الكريم الديوان وبقية الفضلاء العاملين معهم في العلاقات العامة على حسن استقبالهم وتنظيمهم ومتابعتهم، وليس بغريب على أمثالهم. وعسى الله يجمعني بكم في لقاءات أخر في هذا الجامع المبارك. غفر الله لآبائنا وأمهاتنا وجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين، والله تبارك أعلم. وصلى الله نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.